ما ينفعش تفكر تشتري هاند هيلد جيمنج بي سي بدون ما يكون عندك اي لابتوب. صحيح لو انت عندك سكرين هتقدر توصل الجهاز بتاعك على السكرين نفسها وهتقدر تستخدمه بالشكل ده، وهتقدر طبعا تنتقل للديسكتوب وتشغله زي اي بي سي عادي. ولكن خليني اقول لك ان الاجهزه دي مصممه للجيمنج بشكل كبير، مش بس الديزاين كمان الامكانيات نفسها الموجوده فيها. نفس الفكره بالظبط هتلاقيها موجوده في الستيم ديك، ومجرد ما انت توصله بالسكرين بتاعتك هيشتغل عندك البيج بيكتشر مود، وكمان تقدر تنتقل الديسكتوب. وانا بالنسبه لي الديسكتوب اكسبيرينس في الستيم او اس عموما افضل بكتير من الويندوز، مش بس في الجيمنج ولكن في الاكسبيرينس نفسها اللي بتقدمها لك. وطبعا الاهم ان هي فري بالكامل من اي اعلانات والاي اي مودلز الكتير بتاعت مايكروسوفت. اما اللابتوب كانترفيس كيبورد وشاشه وماوس هتلاقيك بتستخدمه سواء في شغلك او في الجيمنج بشكل افضل طبعا من الهاند هيلد. ومش هتفرق ايه نوع اللابتوب ما دام هو في حدود البادجت بتاعتك وكمان الامكانيات اللي انت محتاجها عشان تشغل الابلكيشنز او الجيمز اللي انت عايزها.